رسميا إقالة وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم. وليد الركراكي اليوم تشوه خاسر. 3 سنين لعب فيهم مع جوج فراقي من الصنف الثاني، الاولى جنوب افريقيا والثانيه مالي. جنوب افريقيا كساتهم كاس افريقيا، ومالي شويه كانت غادي تخبطوا، غير ربي جا من جهتنا وصافي. هما اليوم كنا غادي نخسروا، والسبب هو العناد ديالو. تخيل معي يا عزيزي المشاهد، فين ما كان شي لعاب دي باني، فين ما كان شي لعاب منبوذ من الفرق ديالو، يعني بدون نتائج بدون مستوى، كيجيبوا سي لانغوس. لانغوس عنده خيريه ديال الايتام، فما كان شي واحد نافع الفرقه ديالو كيجيبو. اول مره كتوقع في التاريخ ان مدرب ما عندوش رده الفعل، لا يفقه شيئا في الوقيته ملي كيكون متعادل ولا خاسر ولا خاصو يربح. كان رابح راه مزيان، كان خاسر ولا متعادل ما كايناش رده الفعل والو. ما كيعرفش، كيعرف غير يتضارب مع الصحافه ومع الجمهور ومع اصحاب القهاوي. ما فخباروش ان كارسون في قهوه في المغرب يقدر يجيري فرقه، يقدر يدرب احسن منه. ما فخباروش الشعب المغربي كامل. فيما كتدخل شي كومبيتيسيون كيكون فيها المنتخب هاد الاعوام الاخيره، مني كيمشي السكيتيوي حنا كشعب كنكونوا مرتاحين. غير كومبيتيسيون اللي كيكون فيها وليد الركراكي كنبقاو متفتحين مخلوعين، ما تيقينش فيك اخويا، ما كنتيقوش فيك اصاحبي. تصنف اليوم كاكفس مدرب كاين في البطوله. انا بالنسبه ليا وليد الركراكي يسرح ويمشي في حالته. الماتش الجاي يجيبوا السكيتيوي ويشوفوا واش غنجيبوا البطوله ولا ما غنجيبوهاش. والله السكيتيوي تيجيبها، والله بدا معنا من دابا حتى يجيبها. تخيل معايا حنا لعبنا مع مالي، باقي ما لعبنا مع مصر، ما لعبنا مع الجزائر، ما لعبنا مع السنغال، ما لعبنا مع كوت ديفوار، ما لعبنا مع انغولا، ما لعبنا مع جنوب افريقيا. وانت اشنو بالك؟